السلام عليكم أصدقاء القناة، أنا عبدو اسطوري، واليوم عندي إعلان صغير لكم. قررت نبدل المحتوى ديال القناة، ومن اليوم غنبدا نحكي ليكم قصص حقيقية، قصص غامضة وترندات صدمات الناس في العالم. وإذا كنتو كتحبوا هذا النوع من القصص متنساوش ديروا لايك اشتراك باش توصلوا كل قصة جديدة. بداية ديال القصة ديال اليوم وقعت في المغرب سنة 2020. قصة خلات المغاربة كاملين مصدومين وكيهضروا عليها أيام طويلة. هي قصة طفل صغير اسمه عدنان. كان طفل عادي كيعيش مع العائلة ديالو وكيقرا في المدرسة بحال أي طفل آخر، لكن وصل واحد النهار اللي غيتبدل فيه كلشي. نهار من الأيام خرج الطفل يلعب قدام الدار. كان نهار عادي والزنقة كانت هادئة، أطفال في الحي كانوا كيلعبوا والناس كيدوجوا بحال أي يوم. ولكن ذاك النهار وقعت واحد الحاجة ما كاين حتى واحد متوقعها. لحظة اختفاء. بعد وقت قصير لاحظت العائلة بلي عدنان مرجعش للدار. ديالو بدات كتسول فين مشى ومع من كان. أب خرج بسرعة تقلب عليه في الحي، مشاو حتى عند صاحبه وسولو شي، لكن الغريب حتى واحد ما شافو. بعد ساعات من البحث العائلة قررت تخبر السلطات وبدات العملية البحث عليه. الخبر انتشر بسرعة في مدينة تطوان، الناس كاملين بداو كيقلبوا ويسولوا. بعد مدة قصيرة الصورة ديال عدنان بدات كتنتشر بزاف ديال مواقع التواصل الاجتماعي. الناس في الفيسبوك والانستغرام بداو كيشاركوا الصورة ديالو. كل واحد كان كيدعي باش يلقى الطفل ورجع رسالة من عائلته. وكان التحقيق ديال الشرطة بدات تحقيق كبير في القضية. تم البحث في الأماكن القريبة ومراجعة كاميرات مراقبة في بعض الأزقة. للأسف النهاية ديال القصة كانت حزينة وصادمة. قضية زاد الرأي العام في المغرب كامل وخلت بزاف ديال الناس يحسوا بالحزن الكبير. هاد القصة بقات محفورة في ذاكرة بزاف ديال الناس في المغرب، وبتخلينا نتفكروا قداش السلامة ديال الأطفال مهمة بزاف. اللي بغيتي تسمع قصص حقيقية وغامضة أكتر اشترك في القناة عبدو اسطوري وخلي لايك للفيديو، حيت القضية الجاية ممكن تكون أغرب من هذه.